السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل أكلة سريعة وحلوة بنريح من معدتنا من اللحمة قبل العيد. بس في البداية نحط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل الجرس. معانا قطعة توم، معانا ليمون وخل وبابريكا. الخلطة دي اعتمديها. وكمون وكزبرة. تمام كده. ونبتدي بقى ايه، نخلط المكونات بتاعتنا كده. تمام. مش قادره اقول لكم ريحه الخلطه عامله ازاي. ومعايا بقى بصل. خدت المقطع ما تصورش. شرايح بصل وفلفل وطماطم. وهاخد بقى من الخلطه اللي انا عملتها دي وادعك المكونات بتاعتي كده لحد ما ريحتها تطلع. وعندي 3 سمكات طلعتهم نضفتهم كويس. تمام. وشرحتهم كده زي ما انتم شايفين. وابتدي بقى احشيهم بالخلطه دي كده. عايزه اقول لكم الصينيه دي بجد، يعني مش قادره اقول لكم طعمتها وجمالها. ولا تشوي بقى ولا تحمري ولا تقلي ولا زيت غالي ولا اي حاجه. واكله صحيه لاصحاب الدايت. اكله بتريح المعده، ما فيهاش اي دهون. جربيها وهتدعيلي ان شاء الله. وشوفي طريقه حلوه قوي هتعجبك. الخضار بقى اللي تحتيها مش قادره اقول لكم تحفه. تمام. انا هاخد برضو من الخضار اللي تحت ده وايه احشي منه ايه السمك. تمام. في الاثناء دي بقى الفرن بتاعتي ولعه سخنه عشان احط السمك على طول، ما ياخدش وقت. انتوا عارفين السمك البلطي ما بياخدش وقت في التسويه. تمام كده. واتبل السمك بتاعي كده حلو قوي كده من بره ومن جوه. احط بقى من الخلطه في قلب الايه السمك. بتدي له ريحه وطعم وبتدي للحم طعم جميل متشرب كده حلو قوي. تمام زي ما انتوا شايفين كده. ولا تقولي لي بقى سنجاري ولا مشوي ولا مقلي ولا اي حاجه. الطريقه دي تحفه وطريقه سهله جدا. تمام. حط بقى الصينيه في الفرن. قبل ما احطها احط شويه زيت كده على الوش يلمع لي بس ايه السمك. مش عايزه تحطي زيت مفيش اي مشكله، ما تحطيش. تمام كده. كده زي الفل. خلاص السمك بتاعنا اهو استوى شويه. لسه الوش بقى عايز يتحمر. عندي كده بقى احط شويه صلصه كده على الوش. وابتدي ايه ادهن السمكه من فوق. تمام كده. واحطها شويه تحت الشوايه. وهي في الفرن السمك عملت شويه رز صياديه حلوه قوي. تمام. طريقه الرز دي فظيعه. اللي عايزها يقول لي في الكومنتات. طعمه تحفه بجد. وطعم السمك احلى. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. اكله كده خفيفه قبل ما تدخلي بقى ايه في اكل اللحمه والفته. نريح ايه معدتنا شويه. اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.